بص اوزان بصراحه تمام. البارتيشن ده يشرفنا طبعا ان احنا وصلنا للنسخة الخامسة. يشرفنا طبعا ان احنا قايمين على مهرجان العسل المصري ولنا داعمين بنسميهم الجنود المجهولين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النهارده افتتاح فعاليات المهرجان الخامس للعسل المصري. المهرجان بصراحة له فوائد عديدة جدا لعدة قطاعات. القطاع الأول من وجهة نظري المستفيد من مهرجان العسل المصري هو قطاع المربين أو قطاع المنتجين أو العاملين في صناعة تربية نحل العسل. المهرجان بيكون فرصة عظيمة جدا لتلاقي وتبادل الخبرات ما بين الشركات العاملة في المجال، التنوع في أشكال العبوات اللي موجودة، التنوع في طرق التعبية، منها ما هو آلي ومنها ما هو يدوي. دي بتكون فرصة عظيمة ان احنا نرتقي بالصناعة. صناعة نحل العسل من الصناعات المهمة، من الصناعات يعني المدرة للدخل القومي، يعني من الحاجات اللي بتتصدر وبتجيب عائدات كويسة. ده غير ان النحل من اهم الحشرات الملقحة. النحل مهم لتواجد يعني للأمن الغذائي وتواجد المحاصيل وتوافرها. فدي الفرصة العظيمة الأولى للمنتجين والمربين نفسهم. الفرصة الثانية فعلا هي للمستهلك بقى اللي هو بيحتك بالمنتج بصورة مباشرة. كان دايما بيشتكي مستهلك العسل ان بيتم عملية البيع من خلال وسيط ما بين المنتج والمستهلك. لا، احنا النهاردة بنوفر للمستهلك الشركات المنتجة نفسها يقدر يجي يتعرف على الشركات. عندنا شركات كلها ما شاء الله محترمة، شركات منتجاتها عالية الجودة. يقدر المنتج يجي يتعرف على الناس ويشتري او يعني يتعرف على المنتجات. النحل مش بينتج عسل بس، النحل بينتج 6 منتجات زي العسل والشمع واللقاح والبروبلس، سم النحل وصمغ النحل. دي فرصة عظيمة. بالإضافة ان احنا عندنا في شركتنا بنقدم فرصة عظيمة جدا لأولادنا الصغيرين من خلال ورشة بنقدمها من النسخة الأولى، ورشة النحال الصغير. طبعا انطلاق مهرجان الخامس في القاهرة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر حاجة مشرفة جدا للنحالين والشركات والمستهلك. طبعا دي بيدي اندماج ما بين النحال والشركات والتجار والمستهلك، وكمان كويس جدا للمستهلك ان هو بيجي يتعرف وازاي يفرق ما بين العسل الاصلي من المغشوش، وبيدوق جميع الاعسال وبيتعرف على جميع انواع العسل المختلفه. يعني المستهلك ما كانش بيعرف الا نوارة البرسيم والموالح. المستهلك ما كانش عنده خلفيه الا من نوارة البرسيم وعسل زهور الموالح. اما دلوقتي احنا طبعا كل الانواع الجديده بنعرضها معانا كزهره البردقوش وحبه البركه والاعشاب والاعسال الجبليه. كل الحاجات دي جديده. وفي عسل سدر مصري، وفي عسل الموز بيتفرز على زهره الموز. في اعسال جديده الزبون طبعا اما بينزل بيشوفها ويتذوقها ويعرف يعني ايه فايدتها وايه طعمها وايه قوامها بالنسبه كجوده وطعم واختلاف عن الاعسال التانيه. فطبعا اما بيجرب مره بيدوم عليها. فالحاجات ديت كانت مختفيه خالص بعيده عن المستهلك. فالمهرجان كويس للعارض او النحال وللمستهلك. مهرجان العسل احنا كل سنه بنعمله، دي السنه الخامسه على التوالي دلوقتي المهرجان العسل. هو الفكره المهرجانات العسل اللي احنا بنعملها كل سنه دي لتوعيه الناس وننمي ثقافه العسل في مصر هنا وكده. فالمهرجان بقى حاجه كويسه ان احنا دايما نعمل مهرجانات العسل ونوعي الناس عن الانواع اللي موجوده ومنتجات النحل بينتجها، لان ثقافه العسل في مصر رديئه جدا. فبنحاول على قد ما نقدر نوعي الناس ونعرف الناس على المنتجات بتاع العسل وكده. وزي ما انت شايف كل المنتجات اللي موجوده هنا هي عسل بردقوش، عسل حبه البركه، عسل الكافور، عسل الموالح، عسل البرسيم. كل المنتجات اللي موجوده هنا بنبدا نجيبها في الشركه هنا، الشركه بتاعتنا بنبدا نجيبها هنا في المهرجان. نبدا برضو الناس مثلا في ناس بتبقى مثلا ما بتعرفش تاكل العسل او ما بتحبش العسل او ما جربتش العسل قبل كده،
بنبدا نعمل حاجات تجر يعني ايه تشد الناس للعسل، زي المكسرات. نجيب مكسرات عسل يميش، نعمل العسل باليميش دوت تين مجفف، فواكه مجففه. نبدا نجيب المكسرات دي نحط عليها فستق، بندق، كاجو، عين جمل، ونعملها نقول عسل بالمكسرات. خلطات بنعملها الخلطه نحط عليها بروبليس، غذاء ملكات، حبوب لقاح، جينسنج. كل الحاجات دي بنعملها وبننزلها في المعرض ونعرف الناس بيها والناس تاخد فكره عنها وكده. هي فرصه كويسه للجمهور عشان بيتعرف على العسل واختلاف انواع العسل، وانواع كتير من العسل مش كانتش معروفه بيعرفوها، وكان الناس واخده فكره العسل المتبرور هو عسل اول ما يتبرور عنده بيجمد، يعني يروح يقول لك عسل مش مظبوط. فبندوا فكره للجمهور اللي هي العسل المتبرور هو عسل اصلي. والفايده للعسل فايده للزبون وفايده للنحالين. ناس كتير ما تعرفش ان في انواع كتير قوي من العسل. هو معروف يقول لك موالح وبرسيم، لا في انواع كتير، في الموز، في التمر، في حبه البركه، في اللهم صل على زعتر، في انواع كتير لسه طالعه، يعني مش طالعه جديده ولا حاجه، بس هي قديمه بس ما حدش يعرفها. منحلي الشخصي هو في المنيا في الصعيد. من منحلي عملت منتجات دخلت فيها العسل، عملت مخللات بالعسل. عندي منتجي الليمون المعصفر فاز بالجائزة الذهبية في المسابقة المصرية الغذائية التراثية اللي كان معمول السنة دي تبع وزارة التجارة والصناعة مع اليونيدو والفاو. والمرة دي في المهرجان أنا عاملة جبن، الجبنة الاسطنبولي، الجبنة البراميلي. دي جبنة اسطنبولي عاملاها باللوز والعين جمل، دخلت فيها العسل كمادة حافظة وإن الناس تقدر تاكلها علشان هي حادقة شوية. معايا هي المنتجات، وزودت منتجات جديدة السنة دي في المهرجان، وعندي مفاجأة ليهم إن شاء الله يوم السبت. احنا عاملينها ليهم يوم السبت ان شاء الله. جايين المهرجان كل سنه بنشترك في المهرجان كل سنه ان شاء الله، والسنه دي حاجه مميزه، جايبين بتشكيله من الاعشاب الجبليه والعسل الصحراوي وعسل سيدي، بتشكيله ممتازه ان شاء الله، وان شاء الله يتم على خير المهرجان ان شاء الله. فوائد العسل ايه لو حابب تنصح الناس يعني؟ العسل ده صيدليه ربانيه، اصول كل بيت يكون ما يخلاش من العسل خالص اصلا. معلقه على الصبح الواحد ينسى الدنيا وينسى الامراض وكل حاجه. طبعا من وزاره الزراعه، والسنه دي مشرفنا وزاره التموين والنقابه الزراعيين معانا من اول دوره، والدكتور محمد فتح الله ومركز قسم بحوث النحل. نتمنى دايما ان احنا نقدم كل جديد في قطاع النحل وفي كل القطاعات الزراعيه في مصر اللي هي متميزه جدا ومتمكنه جدا، بس ناقصها الظهور. الظهور ده والتسويق هو ده اللي دور المعارض والمهرجانات والمؤتمرات، واللي ان شاء الله دايما كده بيبقى يعني من احسن لاحسن.